بدها كتير تركيز ريتو الله يخليكو، القصة بدها كتير تركيز ريتو الله يخليكو. حكايتنا رح نحكيها، القصة فيها وما فيها، فيها حكم وعبر كتير، استنوني تنهيها. حكايتنا رح نحكيها، القصة فيها وما فيها، فيها حكم وعبر كتير، استنوني تنهيها. أنا ليلى جاي ليكو لأحكي وأسليكو، القصة بدها كتير تركيز ريتو الله يخليكو. في عندي قصص كتيرة بالمرة مش كبيرة، يمكن فيل ويمكن غول ويمكن جن وأميرة. في عندي قصص كتيرة بالمرة مش كبيرة، يمكن فيل ويمكن غول ويمكن جن وأميرة. أنا ليلى جاي ليكو لأحكي وأسليكو، القصة بدها كتير تركيز ريتو الله يخليكو. يلا رح نبدا القصة من الأول مش من نصها، ويلي عنده شي تعليق يستنى لآخر القصة. يلا رح نبدا القصة من الأول مش من نصها، ويلي عنده شي تعليق يستنى لآخر القصة. أنا ليلى جاي ليكو لأحكي وأسليكو، القصة بدها كتير تركيز ريتو الله يخليكو، القصة بدها كتير تركيز ريتو الله يخليكو. أنا اسمي ليلى، وفي عالم بتسميني ذات الرداء الأحمر. قصتي كتير معروفة ومشهورة، بس اليوم أنا ماني جاي أحكي لكم قصتي، أنا جاي فرجيكم شو في بهي السلة يلي عطتني إياها ستي. ستي حكت لي قصص كتير حلوة، وقالت لي كان يا مكان في قديم الزمان بسالف العصر والأوان، لحتى كان في حمامة ساكنة فوق نخلة كتير عالية. هاي الحمامة كانت تنزل تلم القش والعيدان من على الأرض، وترجع تطلع على هاي النخلة لحتى تبني عشة وتبيض البيضات تبعها وتقعد فوقهم ويفرخوا أولادها. وهيك كانت تعمل بكل مرة، وبكل مرة كان يجي لعندها الثعلب المكار ويوقف تحت هي النخلة ويقلها: يا حمامة، أنا كتير جوعان اليوم، يلا نزليلي فراخك ارميهم لهون، يلا بسرعة أنا بدي آكل. بس يا ثعلب، هدول فراخي وأنا ما بدي أتخلى عنهم، الله يخليك اترك لي إياهم. أنا عم قلك أنا جوعان وبدي آكل، يا بترميلي الفراخ يا بطلع على هي النخلة وباكلك أنت وفراخك. لا طول بالك، لا تطلع، خلص رح أرمي لك فراخي. ولأنه الحمامة مسكينة وأضعف من الثعلب وما بتعرف إنه الثعالب ما بتقدر تطلع على الشجر، كانت ترميله فراخها ويقعد الثعلب ياكلون. كانت بكل مرة هاي الحمامة يجي الثعلب ويعمل معها نفس الشي، كانت تقعد تبكي تحزن. ولمرة من المرات اجا لعندها طير اسمه طير اللقلق، وقف عندها وقال لها: يا حمامة، انتي ليش بتضلي زعلانة وعم تبكي ومقهورة؟ لأنه الثعلب دائما بيوقف تحت النخلة وبيقول لي ارمي له الفراخ أحسن ما يطلع ياكلني أنا وياهم. بس يا حمامة، الثعالب ما بتقدر تطلع على النخل ولا بتقدر تتسلق الأشجار، فأنتي المرة الجاية لا ترمي له فراخك وقولي له إذا فيك تطلع على النخلة طلع. أنت عن جد عم تحكي؟ إيه طبعا عن جد عم أحكي، أنتي جربي
شو خسرانة؟ طيب أنا المرة الجاية رح أقول له نفس الشي. وبالفعل بالمرة الثانية بيجي الثعلب وبيوقف تحت هي النخلة وبيقول لها: يلا يا حمامة أنا بدي آكل، يلا ارميلي فراخك لشوف ارميهم. روح من هون يا ثعلب، أصلا أنتو الثعالب ما بتقدروا تطلعوا على النخل ولا تتسلقوا الأشجار. روح، أنا ما رح أرمي لك فراخي أبدا بعد اليوم. مين قالك إنه نحن ما بنقدر نطلع على الشجر؟ اللي قال لي صديقي اللقلق. يلا روح من هون، روح. أنا بفرجيه للقلق. وبالفعل بيروح الثعلب لعند اللقلق وبيلاقيه واقف على شط البحر. مرحبا يا لقلق، انتو طيور اللقالق عندكم مقدرات كتير حلوة، فأنا فيني اسألك سؤال والعب معك لعبة؟ ايه طبعا، اسألني اللي بدك اياه وبنلعب. طيب هلا انتو اللقالق اذا اجت الريح من جهة اليمين انتو وين بتروحوا براسكم؟ نروح براسنا من على جهة اليسار. طيب واذا اجت الريح من جهة اليسار وين بتروحوا براسكم؟ نروح براسنا على جهة اليمين. طيب واذا اجت الريح من كل النواحي وين بتروحوا براسكم؟ نحن الطيور بنقدر نرفع جناحنا ونحط راسنا تحت جناحنا. اوه عن جد عم تحكي؟ طيب انا كثير جاي على بالي شوف انه انت كيف تعمل هيك، فرجيني. ايه طيب تكرم، كثير سهلة. بترفع جناحك هيك وبتحط راسك تحته. وهون بيهجم الثعلب على اللقلق وبيعضه وبياكله. ولهيك نحن لازم ناخد عبرة من هي القصة، انه نحن لازم نساعد غيرنا وننصحهم، بس قبل ما نساعدهم وننصحهم ننتبه على حالنا، شو بنعمل، شو بنتصرف، وكيف ننصح حالنا قبل ما ننصح غيرنا. وتوتي توتي خلصت الحدوتة.